مش عارف الواحد يبدأ منين ولا منين ولا منين. صياح ووجع قلب ووجع دماغ في موضوع حسين الشحات. الموضوع كبر من غير داعي. حد فينا قال ان حسين الشحات ما غلطش؟ لا. حد فينا قال ان حسين الشحات ما يستاهلش العقوبة؟ لا. حد فينا ومن الاهلي، من جماهير الاهلي، من ادارة الاهلي، قالت ان هم مع حسين الشحات في اللي عمله؟ برضو لا. طيب امال الدنيا قايمة وقاعدة ليه؟ الدنيا قايمة وقاعدة ليه؟ فمحتاج حضرتك تركز معايا جدا، وخصوصا اللي بيتابعوني من الاهلوية، يعني الاهلوية طبعا بالاخص، والاحترام للجميع. حاجة بس يا صاحبي، محتاج قبل اي حاجة تسمي الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والتسليم. ولو اول مرة يظهر لك الفيديو او تظهر لك القناة، محتاج من حضرتك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشير الحلقة في كل مكان، وتشرفني بتعليقك على الفيديو وتدينا لايكك المتين وتشير الفيديو لكل مكان. طيب حسين الشحات زي ما قلت في البداية، محدش من الأهلوية جميعا، من الأهلوية جميعا، سواء إدارة، جمهور، مجلس إدارة، على رأس الكيان على رأس مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب، محدش عاجبه الوضع، بدليل إن أول حاجة النادي الأهلي عملها طلع عقوبة على حسين الشحات. مع الفرق إن حسين الشحات رده أكيد في سبب، أكيد في سبب. حسين الشحات مش انسان طلبت معاه او في دماغه ان هو يضرب الشيبي. مش حسين الشحات مثلا ما قالش الواد ده رخم مثلا ومضايقني وبتاع مشاكل وراح ضربه. يعني واحد زي حسين الشحات هيعمل كده ليه؟ الا لما يكون في سبب. صح، في سبب. لما اجي اغلط فيك واشتمك باعز حاجة عندك اللي هي الأم أولا وزوجته، طيب حضرتك منتظر إيه؟ طيب حضرتك مع الرغم إن إحنا مغلطين حسين الشحات وحد من السادة المحترمين دخل قال لي أنت ما بتقولش الحق وأنت ما بتقولش الحقيقة ولا الكلام ده، هقول لحضرتك وأنا قلت لك ارجع وشوف الفيديو، وقلت لك يا ريت لما تنتقد باحترام وتنتقد بأدب. ليه؟ لأنك ما تبقاش ما تبقاش سمعت اللي انت عايزه او ما سمعتش اللي انت عايزه وتيجي تقول لي ايه ده انت، لا ده انت مع حسين الشحات، مع ان فيديوهات كتير قلت ان انا ضد الفعل ده، بس انا برضو مع حسين الشحات. ازاي بقى؟ طب ازاي انت معاه وازاي ضده؟ ازاي انا ضده في الفعل ان هو ضرب بالقلم او دي اهانه، كل معروف حتى دينيا جميع الديانات رفضها موضوع ضرب القلم ده. طيب انت معاه في ايه؟ معاه في ان هو راجل اتنحرر زي اي واحد طبيعي اتنحرر لما حد يغلط في سيرة او يغلط في والدته، او خصوصا وكمان يخش على زوجته. عايز ايه تاني؟ فكان رد طبيعي، رد طبيعي هو ده، هو ده. مع الرغم احنا قلنا، انا مش عايز اعيد الكلام، قلنا ان هو غلط. طيب انت لو مكانه كنت هتعمل ايه؟ انا عايز ناس من اللي بتغلط حسين الشحات غلط ماشي، بس انت عارف انا بتكلم معاك ليه؟ عشان انت مأفور قوي، عشان انتوا مكبرين الموضوع قوي، عشان انتوا خليتوها المشكلة بين بلدين وبين شعبين. ممكن نسميها نرفزة ملعب، ممكن طيب ممكن نسميها، ممكن نقول ان الشيبة قليل الادب وغلطان ويستاهل ان هو يتحاسب زي حسين الشحات. صح؟
انت لما بتجيب اتنين وتوقفهم، او نعمل يا عم بالبلدي كده زي ما بنقول بالطريقه الشعبيه الجميله بتاعتنا، بتجيب عيلتين لما يكونوا غلطانين في بعض ويقعدوا في مجلس عرفي، وشوف ده قال ايه وده قال ايه، والناس تحكم. صح؟ ان كان ده عليه حكم فده عليه حكم. قاعده عرفيه. شوف بقى انت يلي زعلان لما حد يغلط في زوجتك او في والدتك، هتعمل ايه؟ هتطبطب عليه؟ ما انا عايز اعرف رد فعلك ايه. هتطبطب عليه؟ هتقول له والنبي معلش ما تعملش كده تاني؟ يعني انت لو دمك حر يعني هتعمل ايه؟ دمك حر الطبيعي هيبقى ليك رد فعل ايا كان بقى رد الفعل. حسين الشحات ما فرقش معاه، مع ان حسين الشحات طلع اعتذر للناس كلها، واعتذر للشيبي، واعتذر لإدارة الأهلي والجماهير الأهلي والشعب المصري كله، لكن لأ، هو احنا هنسيب حسين الشحات يعتذر كده؟ أتاري المقصود مش حسين الشحات، وأنا قلت المقصود إن في مشكلة ولازم يتحط فيها حد، فجت في مين؟ في حسين الشحات. حسين الشحات دمه حر ما سكتش، وأي حد هيبقى مكانه على فكرة كده. أي حد عنده غيرة على أهل بيته وعلى أمه، على أي حد، مش هيقبل إن حد يمس كرامة أهله. محدش هيقبل إن حد يجيب أو يخوض في حد في أهله أو في عيلته أو في أيا كان. ماشي؟ مع إن إحنا رافضين فعل حسين الشحات، وكل الناس رافضة فعل حسين الشحات، لكن إحنا لأ. حسين الشحات غلطان ولازم يتعاقب، نعلقه في ميدان عام. حسين الشحات لازم يتوقف. حسين الشحات لازم يبقى يعني يبقى عبرة. طب هو ما فيش حد عبرة غير لعيبة الأهلي؟ طيب هو ما فيش حد عبرة غير جمهور الأهلي؟ طيب هو ما فيش حد عبرة الناس تاخد منها غير النادي الأهلي؟ ليه يا جماعة؟ هو ما فيش حد في مصر بيعمل مشاكل غير النادي الأهلي؟ طيب ما نشوف الأندية التانية. لا، والغريبة ان قناة الزمالك الصياح شغالة، الله ينور. تحس ان هم ايه، ان النادي الاهلي ده ما صدقوا حاجة. فرصة وجات لهم على طبق من ذهب. اعمل مشكلة وكبر، وبيراميدز ما يسكت ليه، وممدوح عيد يصعد وكل ده. طيب انت يا زمالك، انت مالك بتتدخل ليه في الموضوع؟ ايه شأنك؟ ايه يخصك؟ ايه اللي انت هيعود عليك؟ طبعا هيعود عليك. ده الاهلي ده تعبني، ده الاهلي ده مضايقني، ده الاهلي ده معلم عليا، ده الاهلي ده انا عايز اشيله من اي حتة قدامي، ده الاهلي ده بياخد رعايات اكتر مني، ده النادي الاهلي دوت هو عنا نص الدولة، ده النادي الاهلي دوت ماشيه معاه. طيب انت ليه ما بتغيرش من ناجح وتعمل زيه؟ طيب انت ليه على طول حقودي؟ انت ليه على طول بتبص اللي في ايد غيرك؟ طب انت ليه ما بتنجحش؟ انت ليه ما بتشوفش الصح وتحاول تطور من نفسك للأحسن؟ ليه؟ لا، أنا مش هعمل كده. أنا مش فاضي للكلام ده يا باشا. أنا فاضي للنادي الأهلي، أشوف إيه اللي عنده عشان أعمل عشان أطلع أتكلم عليه. ده أنا يا باشا عامل قناة، أنتوا بتقولوا يا جماعة ده أنا عامل قناة الزمالك مخصوص عشان أطلع أتكلم على الأهلي. ده انا عامل قناة الزمالك مخصوص عشان اطلع اشتم في الاهلي. ده انا عامل قناة الزمالك مخصوص عشان اطلع اشوف الاهلي في اي حاجة واطلع اتكلم عليه. اشوف اطهر الطاهر اطلع اتكلم عليه. ده الاهلي كسب بالحظ، ده الاهلي محظوظ، ده الاهلي بيكسب بالسحر، ده الاهلي محدش بيبص وراه، ده الاهلي هو النصح عين الدولة، ده الاهلي فارد ضلوعه ومحدش قادر عليه، ده الاهلي مبلطج هو وجماهيره
والناس كلها ومحدش قادر عليهم. الاهلي اللي مبلطج هو جماهيره، اللي اول جمهور خد عقاب كان هو جمهور الاهلي. جمهور الاهلي اللي هم طالعين يتكلموا، اللي اللعيبه اللي خدت عقابات اكتر لعيبه كانت من لعيبه الاهلي. التحكيم، ودي حاجه تانية انا هتكلم فيها، ان الاهلي فلت من التحكيم. ليه بقى حضرتك؟ هقول لحضرتك بس سمي الله وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والتسليم. انا لايكي الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والتسليم. حضرتك لو الاهلي ما فنش الدوري بدري وقرص على نفسه في اول الدوري ده كان هيروح من الاهلي. ليه؟ لان كان في مخطط ان الزمالك ياخد دوري 3 سنين ورا بعض، وكانت هتبقى اول مره في تاريخهم ياخدوا 3 سنين ورا بعض دوري. هم عملوها مرتين، ان هم خدوا سنتين دوري، لكن ما عملوش 3. فدي تعباهم من جوه وحرقاهم. لعيبه الاهلي رجاله. ليه؟ عشان داسوا على نفسهم في الاول، عشان اخطاء الماضي يتعلموا منها، عشان التحكيم في الاول. الدور الاول يا صاحبي، الدور الاول، شوف الاهلي كان دايس اكتساح، فوز يعني تعادل ماتشين بالكتير او 3 في الدور الاول، بس داس فوز. مع ان كان في برضه التحكيم كان بيحاول يحمرق مع الاهلي، بس الاهلي كان بيشتغل الحلول الفرديه. ودي كانت الميزه في كولر، ان هو خلى اللعيبه تعتمد على الحلول الفرديه. لما تكون انت عارف حضرتك الملعب او الفرقه بتنزل قدامك مقفله، رص طوب ورا طوب، حاطين رص طوب ورا، في حلول فرديه، اشوط حلول فرديه. المهاره الفرديه اراوغ مهاره، دي مهاره فرديه. ان انا اخش اتقدم بخطوات جوه واشوط كوره، دي حلول فرديه. المراوغات جوه حلول فرديه. اللعيبه ان هو يتحرك اكتر، يتحرك من غير كوره، دي حلول فرديه. كل ده حلول فرديه. هم طبعا التحكيم بيحاول يحمرق ويظبط حاجه للزمالك، مش عارف. رغم ان في جوان كانت بتيجي ما تستاهلش ان التحكيم يرجع للفار، ما تستاهلش ان التحكيم يرجع للفار، لا، كان التحكيم بيرجع للفار. وفي كور ما كانتش اوفسايد اتحسبت اوفسايد. شفت بقى الاهلي كان بينزل يعمل ايه؟ كان بينزل يخلص من الاول 3-4 2-3. يوم ماتش يكون الاهلي ونقول احنا ما كسبناش، كان يكسب 1-0 بالعافيه. الماتشات اللي بيحمرق فيها التحكيم مع الاهلي، هنا يبقى نقول لعيبه الاهلي رجاله. والاولاني، الموضوع الاولاني اللي كلمت فيه حسين الشحات ده فيلم هندي. لا، وفي ناس طالعه تقول لك ده ما اعتذرش. طب ما اعتذرش ازاي؟ يعني ما يمشيش معاك ان هو راح لمحمد الشيبي واعتذر له وقال له انا برضو امي وزوجتي غاليين عليا. ما ينفعش تغلط فيا. احنا ضد حسين الشحات في القلم، ضد حسين الشحات في ان هو غلط. كل ده احنا وموافقين على العقوبه ومؤمنين، وجماهير الاهلي محدش زعلان. وانا قلت ان لو في جماهير من جماهير الاهلي مأيده حسين الشحات في اللي عمله، مأيده من اللي بتشوفه. طيب حضرتك يلي طالع بتقول العقوبات والكلام ده كله، طب فين عقوبة دونجا؟ ماشي؟ طب فين شيكابالا لما طلع رفع الحذاء للجماهير؟ فين؟ ملناش دعوة، احنا مش شايفينه، مش شفناهوش. طب فين لما مرتضى منصور طلع ورفع الجزمة للجمهور؟ ملناش دعوة يا عم، احنا ما شفناهوش بقول لك، احنا شفنا حسين الشحات بس. طب ما شفتش حسين الشحات، يعني شفت حسين الشحات وما شفتش ده كله؟ طب ليه؟ عشان احنا من الاخر احنا عايزين نعمل اي حاجة في الاهلي، عايزين نبوظ فرحة الدوري والبطولات اللي خدها الاهلي. ده هيرضيك؟ ده هيرضيني. طيب
لو ده هيرضيك، طب مش تبص للصح وتعمله؟ مش تشوف الاحسن وتعمله ليك انت، ليك انت، مش لحد تاني؟ ها، لا احنا عايزين نجيب نجيب ايه، عارف، نجيب مندبه او عايزين جنازه. لا احنا عايزين جنازه يا باشا ونشبع فيها لطم. ما هو ده مش طبيعي يا جماعه. مش معقول حسين الشحات يضرب الشيبي والموضوع يعدي على خير. ده الموضوع بقى رأي عام. لا ده الموضوع اتحول لبيان مضروب، بيان مضروب متفبرك ويا باشا، والسفارة المغربية والقنصلية والدنيا والدين. لا لازم. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتطبل اهو لحسين الشحات. انت بتطبل لحسين الشحات مع ان احنا قلنا موقفنا ومش هتكلم فيها تاني. ها، حسين الشحات عمل اللي يعمله اي واحد طبيعي. اي واحد طبيعي عنده نحررة، عنده دم، بيحس، عمله مش مشكلة على فكرة. ما فرقش مع حسين الشحات العقوبة، ما فرقش معاه العقوبة بتاعت الاهلي. مش ما فرقش معاه عشان لا، انا ما فرقش معاه الفلوس يعني، بس ان انا اخد حقي وبعد كده بعملوا اللي انتوا عايزينه مش مشكلة، بس انا خدت حقي خلاص. ومع ان بعد كده بعد كل ده اعتذر لي ونزل اعتذار وكل ده وكل ده، اقول لك لا، انا قلت لك ما اعتذرش. لو سمحت لو سمحت سيبنا اقول ان هو ما اعتذرش. جماهير الزمالك يعني والمؤيدين للزمالك لبيراميدز والكلام ده كله. طيب ما هو ده خطف من عندك اتنين يا عم بقى. انا قلت لك ايه؟ ما تبص، ما تتكلمش عليا. انا قلت لك انا طالع اعمل، مش انا عايز الاهلي ده يتبولر، انا عايز الاهلي ده يضيع. اصل الاهلي ده منكد عليا عيشتي، الاهلي ده مضايقني. ازيحه ازاي؟ اعمل اي حاجه. اشوف اللعيبه الصور اللي عنده واعمل معاها مشكله، اشوف اللعيبه الصور اللي عنده واستفزها، اشوف اللعيبه الصور اللي عنده واطلع عليهم اشاعات. زي ما مطلع لك اشاعه ان علي معلول هيمشي، ادي علي معلول هيمشي يا عم، يلا علي معلول هيمشي وحسين الشحات هتوقف ومش عارف ايه يا جماعه. ايه؟ الاهلي مقصر جامد على فكره، الاهلي تعبكوا فعلا، الاهلي عامل لكم وجع جامد، الاهلي تعب ناس كتير قوي يا جماعه. انا ما كنتش اعرف كده يعني. الاهلي انا اعرف ان الاهلي تعب، بس للدرجه دي لا. والموضوع محطوط تحت بند ومسمى حسين الشحات، لكن المقصود الاهلي. مش ده ادي لعيبه الاهلي اللي بتقولوا عليها مش عارف ايه وادي، لا احنا عايزين الحياد وعايزين المبادئ وعايزين الانتصار وعايزين الكرامه، وما ينفعش لاعب يتهان وما ينفعش ايه يا حبيبي، اهدى اهدى. طب ما هو برضه ما ينفعش اللي عمله دون جماعه زيزو، صح؟ ما ينفعش. ينفع؟ ما ينفعش. طب ينفع عبد المنصف يضرب الواد اللاعب اللي دخل عليه الكرة كانت اوف سايد يعني زي ما بيقولوا، مع انها مش اوف سايد. ينفع عبد المنصف يضرب اللاعب والحكم؟ الغريبة ان الحكم بيدي انذار للاعب اللي اتضرب، اللاعب اللي اتضرب بيديله انذار. حضراتكم اكيد كلكم شفتوها. بيدي اللاعب اللي اتضرب انذار وعبد المنصف بيضربه عادي مفيش مشكلة، مش مهم. طيب برضو الاهلي غلطان ليه؟ اصل راح خد امام عاشور برضو ايوه. اصل خلي بالك، ضربتين او ضربه بالمرزبه ولا 10 بالشاكوش. حسين امام عاشور اللي هو اصلا هم مش داخلين في طرف في الموضوع، حاشرين نفسهم في الموضوع، مدخلين نفسهم في موضوع امام عاشور. امام عاشور عامل مشكله وتعبنا، بس هنجيبها في ايه؟ خش للاهلي من ناحيه المبادئ، خش للاهلي من ناحيه اللي يشتم الاهلي يبقى حبيب الاهلي والاهلاويه ويروح الاهلي. خش بقى من الحته دي. هم بيقول لك هنخش من الحته دي للاهلي،
ونقعد نسخن، ونقعد نضرب، ونقعد نطلع ونقول لك على الاهلي ده الاهلي الكباري. ايوه يابا اهلي الكباري. بيراميدز واخد منك 2 ما اتكلمتش، 2 ومن ابناء ناديك اللي هم بتقولوا عليهم ولاد النادي، صح؟ رمضان صبحي احتراف، طب امام عاشور احتراف، امام عاشور احتراف، مع احترامي للمؤيد واحترامي للمعارض من جماهير الاهلي بالنسبه لامام عاشور، ماشي؟ احنا مع الاداره. انا واعوذ بالله من كلمه انا عملت كام فيديو وقلت رايي في موضوع امام عاشور، تمام؟ وقلت انا من المعارضين او رايي ان امام عاشور ما يجيش الاهلي. هل ده ينفع اطلع اقول للاهلي غير نباته؟ لا طبعا. ليه بقى؟ هقول لحضرتك ليه. انا مشجع زعلان على الكيان بتاعي، واداره الاهلي برضو ليها الكيان وبتحترم الكيان، بس اداره الاهلي مش هي اللي جابت امام عاشور، اللي جابوا مين؟ كولر. ليه؟ عشان هيفيد الفرقه في الفتره دي، هيفيد النادي في الفتره دي. هتقول لي هو امام عاشور هيقف الاهلي هيقف على امام عاشور؟ هقول لك لا، بس ده راجل عملي، راجل عملي شافوا ان هو هيفيد، خصوصا بعد مشي حمدي فتحي. كولر اللي هيفيد الفتره دي، كولر شاف ان امام عاشور هو اللي هيفيد الفتره دي، خلاص يبقى يجي امام عاشور. مش انا قلت لحضرتك قبل كده ان الاهلي كلهم بيعملوا لصالح الكيان؟ جاي امام عاشور برضو لصالح المنظومه. والله العظيم انا مش بتكلم كلام عشوائي، ولا بتكلم كلام بطبل عشان الاداره، ولا الكلام ده كله. معلش مع احترامي، ان كنت انا بحب الكيان وبحب النادي الاهلي حب ملوش حدود، هم برضو بيحبوا النادي الاهلي، هم اتربوا في النادي الاهلي، الناس ديت اتربت في النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب اتربى في النادي الاهلي. هتقول لي حاسب محمود الخطيب مش ابني من ابناء الاهلي؟ هقول لك لا، الكابتن محمود الخطيب احسن من ناس كتير من ابناء النادي الاهلي. كفايه ان الراجل بيعمل حاجات مش لنفسه، للنادي الاهلي. كفايه ان الكابتن محمود الخطيب في عز مرضه وعز تعبه بيجي على نفسه ويطلع مع اللعيبه ويسافر مع اللعيبه وبيعمل الصالح العام للنادي الاهلي. بس بسيطه يعني، بسيطه، بص لها بمحمل ايجابي او بزاويه ايجابيه هتفهمها صح. وبعدين ايا كان احنا مين، يعني معلش يعني انا مين عشان اطلع اتكلم على الكابتن محمود الخطيب ولا اقول الاداره ومش الاداره او الكلام ده كله؟ لا، كل الاحترام والتقدير ليهم، واحنا معاهم وبندعمهم في اي قرار ياخدوه مع الاداره قلبا وقالبا، وبنأيد الكابتن محمود الخطيب في كل موقف ياخده لصالح النادي الاهلي. بالعكس الكابتن محمود الخطيب من اوائل الناس اللي دعمت صفقات النادي الاهلي، من اوائل الناس اللي عارفه ايه اللي يصلح النادي الاهلي وعارفه ايه اللي ما يصلحش النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي مش ضد النادي الاهلي. هو عشان الكابتن محمود الخطيب جاب امام عاشور يبقى ضد مبادئ النادي الاهلي؟ لا، اصل انت يلي حاطط حاجه في دماغك عمرك ما هتفهمها كده. لا، انت هتفهمها ان انتوا نادي الكباري، وان انتوا نادي ما عندكوش مبادئ، ان انتوا نادي اي حاجه، ان انتوا بتخطفوا اللعيبه من الزمالك. اقول لك كل حضرتك اللي بتقوله دوت ملوش اساس من الصحه، وانا رديت عليك ملوش اساس انت عايز تعمل اي حوار او عايز تعمل اي تمثيليه،
او عايز تعمل اي كلام وخلاص. بس فانا مش هتكلم في موضوع حسين الشحات تاني. وحسين الشحات اتعاقب، حسين الشحات غلطان، وحسين الشحات في نفس الوقت هو كإنسان شايف ان اتغلط في والدته وزوجته، فقرر الراجل ان هو ياخد حقه، وهو من وجهة نظره ان هو كده خد حقه. اتغرمت مش مشكلة، بس امي محدش يغلط فيها، امي محدش يغلط فيها، زوجتي محدش يغلط فيها، اهل بيتي محدش يجيب سيرتهم. اتجرل كده كانت مقصودة بقى تشتم والدة يعني حسين الشحات اللي والدته جت قالت له يا حسين النادي الاهلي خيره علينا وبيتنا والكلام ده كله، يسمع شتيمتها ببقه، وانت تسمع شتيمتها وما تزعلش عشانه، ما تزعلش عشانه. ما سمعتش صوتكم يلي بتتكلموا على الشيبي. ما الشيبي ده اللي برضه عمل مشاكل هناك في الامارات وعملوا مشكله كبيره. الماتش لا قيمه له، خلاص ملوش قيمه. ماتش بيراميدز خلي بالك، ده الاهلي ده لازم يتعمل له بطوله، الاهلي يبقى اسم الاهلي ده لوحده كده بطوله، عشان خلاص بعد كده اللي يكسب الاهلي يبقى خد البطوله. ليه؟ عشان الاهلي جامد، عشان الاهلي كبير، عشان الاهلي مسمع، عشان الاهلي عالمي، عشان الاهلي براند، عشان الاهلي براند اسم مسمع. ويقول لك انتوا بتاخدوا رعايه اكتر مننا، لازم اخد رعايه اكتر منك، طبيعي منطقي. فرقه بتاخد كل البطولات، فرقه بتنافس على البطولات، فرقه جايبه لعيبه محترمه، جايبه لعيبه بتجيب لها بطولات، فلازم كل ده ليه؟ امال انت فاكر اللعيبه دي بتعمل اعلانات ليه؟ ما هو ده تسويق برضو للشركه الراعيه، للشركه اللي ماسكه الاهلي، الراعي النادي الاهلي. كل ده من فراغ؟ لا طبعا، لا طبعا. الراعي هيحط فلوس في الارض؟ الراعي لو مش عارف ان هياخد فلوسه اللي دفعها مرتين 3 4 مرات هيروح؟ مش فارق معاه على فكره، مش فارق مع النادي الاهلي. هو بيروح للاسم، بيروح للي هينجحه، بيروح للي هيكسبه، ده بيزنس. خلي الزمالك ناجح، خلي الزمالك متفوق، خلي الزمالك بياخد بطولات، خلي الزمالك ما عندوش مشاكل، وهتلاقي دراعات كتير. طب هقولك على حاجه، بذمتك في راعي يروح لنادي الزمالك و مرتضى منصور اللي هو بيقول ان هو رئيس يعني نادي الزمالك يطلع يشتم في الناس؟ طب بذمتك في راعي يروح لنادي الزمالك ومرتضى منصور يطلع يخوض في اعراض الناس؟ طب بذمتك في راعي يروح لنادي الزمالك ومرتضى منصور ما وراهوش مشكله خالص غير الكابتن محمود الخطيب والاستاذ ممدوح عباس وهاني العتال واحمد سليمان؟ طيب انا كراعي احط فلوسي في نادي مش واخد باله اصلا من ناديه ولا فرقته ولا كل ده، واحط فلوسي عنده ازاي؟ طب فلوسي هتشتغل ازاي؟ طيب انا هنجح ازاي؟ ما انا قلت لك الراعي بيروح للاسم. لو الزمالك هو البرنت هيبقى اعلى وحق وياخد الرعايات اللي هو عايزها، ولو الاهلي مش الطب خلاص ما ياخدش. ليه؟ عشان الزمالك ناجح وشايف الدنيا تمام واخد باله من فرقته. لكن لا، حضرتك هيروح لرئيس نادي بيروح كل يوم والتاني المحكمة، هيروح لرئيس نادي كل يوم والتاني عامل قعدة وقاعد في النادي بالليل كده في شوية هوا حلوين يطلع يقضيها؟ مش كده. طب بذمتك انت يلي بتدافع في الغلط مقتنع بمرتضى منصور؟ مقتنع؟ طب مقتنع ليه؟ عشان هو الوحيد اللي بيقف للناس. انا مقتنع بمرتضى منصور عشان هو الوحيد اللي بيقف في الناس. طب من وجهة نظرك بيقف للناس في ايه؟
طيب من وجهة نظرك اشمعنى الوحيد في مصر مرتضى منصور هو اللي من ساعة لما بيجي نادي الزمالك بيخش في مشاكل؟ اشمعنى مرتضى منصور هو الوحيد اللي لما بيجي نادي الزمالك بيخش في مديونيات وتربص مع ده وتربص مع ده وتربص مع ده؟ اشمعنى؟ طيب ما يمشيش معاك ان مرتضى منصور لما يبقى في حاله، مش ده حاجة فايدة للنادي؟ طيب ما يمشيش معاك مرتضى منصور لما يبقى في حاله وياخد باله من لعيبته والنادي زي ما انتوا بتقولوا كده، ده كان النادي خراب وهو عملوا حمامات سباحة والهيلوان اللي انتوا فرحانين حلوة قوي فرحانين بكده؟ طيب مش المفروض بقى ياخد باله من الفرقة؟ طيب في واحد يطلع كل يوم يعمل مؤتمر وهو اصلا ملوش احقية في حاجة في نادي الزمالك؟ في ناس او هزازين الراس على قناة الزمالك بيطلعوا يقولوا دلوقتي لحد دلوقتي عليه رئيس نادي الزمالك. طب ده ينفع؟ ما ينفعش. قول لي اللي بتدافع انت بتدافع في ايه؟ قول لي انت بتدافع في ايه واديني منطق واحد انت بتدافع ليه. انا بقى هنا اللي بقول لك قول الحق، قول حق ربنا. مرتضى منصور مش هينفع حد يا جماعه. قول انا بنتقد مرتضى منصور، مش عيب، من غير ما تغلط عادي، ايه المشكله؟ قول ان مرتضى منصور مضيع نادي الزمالك واسرد واحد. يعني انا اقول لك مرتضى منصور ده على نادي الزمالك عشان مش واخد باله من نادي الزمالك، مرتضى منصور ده على نادي الزمالك عشان داخل في حوارات شخصيه وصراعات شخصيه ومدخل الزمالك في صراعاته الشخصيه. مرتضى منصور لما بنقول غلط او صلاه اللسان احنا مش بنغلط فيه، دي صفه فيه، دي الصفه بقى بتاعته، دي صفته، غلط شتام سباب لعان. طيب قول لي الكابتن محمود الخطيب عمل له ايه عشان يغلط فيه؟ والعكس، لو مرتضى منصور متعاون وكويس اداره الاهلي مش هتقف معاه ليه؟ مش هتسنده ليه؟ هتبقى ضده ليه؟ طيب قول لي اداره الاهلي اصلا مستفيده من وقوع نادي الزمالك ليه؟ اداره الاهلي عايزه كل الانديه مش نادي الزمالك بس يبقى كلهم اقوياء وعندهم كفاءه في الماليه وكفاءه في اللعيبه وكل حاجه. هي مش كده، ما هو مش اي كلمتين اي حد يطلع يقولهم يا جماعه. لازم تبقى حافظ، لازم تبقى عارف انت بتقول ايه، لازم تبقى مركز كويس جدا في اللي انت بتقوله، لازم تاخد بالك قوي 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 من كلامك. لازم لما تعرف انت بتساند مرتضى منصور بتسانده ليه، لازم تعرف انك اما بتكون ضد مرتضى منصور ضده ليه. وفي الاول وفي الاخر اصلا مش الهدف مرتضى منصور، الهدف هو نادي الزمالك. انك هدفك اصلاح نادي الزمالك، هدفك ان نادي الزمالك ياخد بطولات، هدفك ان نادي الزمالك تجي له رعايه كبيره، هدفك ان نادي الزمالك المفروض يفتح فروع تانية، مش فرع واحد، مش فرع واحد اقعد اعمل فيه حمامات واقعد اعمل فيه صاله هنا وصاله باسم ده واسم ده والله اغضب عليه انزل اسمه واكتب اسمه عند حمامات. ما ينفعش، ما ينفعش. انتوا مصدقين كده ازاي؟ انا مش عارف. ماشيه معاكوا كده ازاي؟ برضو انا مش عارف، انا مش فاهمكم، انا مش فاهمكم. يبقى انتوا معلش مش مع نادي الزمالك، انتوا مع مرتضى منصور، انتوا مع اللي بيشتم، انتوا مع الغلاط، اعضاء الجمعيه العموميه اكتر ناس ضرت نادي الزمالك. ليه؟ عشان هم مش شاغلهم حاجه، هم عايزين يجي يا باشا اخر اليوم كرسي وشمسيه ويقعدوا يطروا ويروقوا على نفسهم وفي الاخر يطلع يشكر مرتضى منصور. ايوه، ما هو بيشكر مرتضى منصور ليه بقى؟ هقول لك انا، ان هو عمل لهم حمام سباحه، ان هو دخل لهم النت ودخل لهم مواصلات مش عارف ايه ودخل لهم شاشات عرض
ايوه يا باشا، انا راجل ترفيه يا باشا. انا يا باشا انا قلت لك انا ماليش دعوه بالكلام ده بقى، لا بطولات ولا نادي ولا الكلام ده كله. انا جاي اخر النهار، انت عارف الجو حر والنور قاطع طول النهار، بصدق الدنيا تيجي اخر اليوم اقعد كده في التكييف شويه، اقعد شويه. انت عارف قعدت برضو مرتضى منصور ما تتعودش، يقعد يطلع يغلط في الاهلي ويطلع في الخطيب. يا عم يا واحد احنا بنضحك وخلاص، ادي احنا بنضحك وخلاص. الله، اضحك يا باشا، اضحك، اضحك يا باشا. بس عايزك وانت بتضحك يبقى انت مش قلبك على نادي الزمالك، انت سبب في ضياع نادي الزمالك. انت يا عضو الجمعيه العموميه انت اللي بتختار غلط. اختار حد يحفظ او يحافظ على ناديك، اختار حد يجيب بطولات لناديك، اختار حد يعمل فعلا تجديدات بحق ربنا لناديك، اختار حد يوسع في النادي ويكبر في النادي فرع واتنين وتلاتة. طب بذمتك انت موافق ان رئيس نادي ياخد محلات ايجار لحد فترات بعيدة؟ بذمتك انت موافق لما كان مرتضى منصور قبل الحجز والكلام ده يحط فلوسه في النادي؟ هو في كده؟ ده الشركات اللي لسه الصغيرة ما بتحطش فلوسها في الشركة. الشركات تيجي اخر الاسبوع تجرد اللي في الخزنة وتروح رايحة البنك، حط الفلوس في الحساب. ما تبيتش الفلوس في البنك، في الشركة بقت الفلوس في البنك. شركات اللي هي يعني لسه على قدها، مش هقول لك كبيرة، كبيرة كده كده ما بقتش فلوس. فنادي بحجم نادي الزمالك يحط فلوسه في الخزنة ويتهموا الموظفة الغلبان ان هي سرقتها؟ طب ده ينفع؟ طب بذمتك انت يلي بتعيبه على حسين الشحات في ضربه بالقلم، صح؟ بتعيبه على حسين الشحات ان هو ضرب الشيبي بالقلم، وراجل زيه. طيب بذمتك انت يا بتاع قناة الزمالك يا بتاع هزاز الرأس مبسوط ان مرتضى منصور يشتم واحدة في النادي من الاعضاء؟ مبسوط ان مرتضى منصور يسب لها الدين؟ مبسوط ان مرتضى منصور يشتمها بافظع الالفاظ، الفاظ اباحيه، يعني تخجل انك تقولها، تخجل. لو انت عندك دم بتحس يعني هتخجل انك تقولها. يعني ما يقولهاش اتنين لا مؤاخذه في الشارع. انت عاجبك كده؟ عاجبك ان واحده محترمه داخله النادي عشان صبغه شعرها احمر؟ لا، مش بتاعتك يا باشا، مش من حقك. انت مش من حقك تقول دي صبغه شعرها احمر ولا ابيض ولا اي حاجه، مش من حقك. هل من حقك لما واحد يكون داخل النادي بشورت ولا بنطلون موضه اللي مقطعه من قدامه والكلام ده كله، من حقك؟ هل انت بذمتك فاضي ده كله؟ فاضي؟ طب انت اللي بتأيد مرتضى منصور عاجبك ده؟ طب وترجع تقول الاهلي؟ هو اصلا الاهلي بيعمل كده؟ الاهلي كل واحد له دور متوزع، وكل واحد عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. الاهلي بينجح عشان كل واحد عارف هو بيعمل ايه، كل واحد عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، كل واحد شغال من اجل حاجة واحدة بس، هو الكيان النادي الاهلي. بس كل واحد بيشتغل من اجل المنظومة بتشتغل من اجل الكيان. كلهم على قلب راجل واحد، كلهم مع اللي يفيد النادي، كلهم مع اللي يكبر اسم النادي، كلهم مع اللي يجيب بطولات للنادي،
متمسكين بكولر ليه؟ رغم ان هو بيتكلم في زيادات مرتب، متمسكين بيه ليه؟ عشان الراجل نجح مع الاهلي، عشان الراجل ربنا كرمه في 9 شهور جاب 5 بطولات للنادي الاهلي. جددوا لحسين الشحات ليه؟ عشان هو يستاهل. واحنا كجماهير الاهلي لما حسين الشحات في الاول لما كان الاداء لسه مش زي دلوقتي، كل جماهير الاهلي كانت بتطلع تنتقده. يعني احنا ما بيعجبناش الحال المايل، احنا كنادي الاهلي ما بيعجبناش الحال المايل. الحلو بنقول عليه حلو، والوحش بنقول عليه وحش. عشان كده كل جماهير الاهلي قالت ان يستاهل حسين الشحات. حسين الشحات قال لك انا موافق على كل اللي يحصل واستاهل وانا غلطان، بس خلصت. لا نسكت، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. ده انا كده اتكلمت في التحكيم، واتكلمت على حسين الشحات، واتكلمت على مرتضى منصور، او اتكلمت على اللي بيأيده مرتضى منصور، واتكلمت في الناجح هنا واللي مش ناجح هنا. طيب شيكابالا قانون ساكسونيا فعلا يا شيكابالا، هو قانون ساكسونيا فعلا. قانون ساكسونيا عشان اللي بيغلط ما بيتحاسبش. قانون ساكسونيا عشان انت لما غلطت ما اتحاسبت، ما حدش حاسبك عادي. قانون ساكسونيا عشان لما انت طلعت رفعت الجزمه ما حدش قالك انت بتقول ايه. قانون ساكسونيا عشان مرتضى منصور طلع رفع الحذاء في وش الجماهير وعادي. قانون ساكسونيا عشان مرتضى منصور 24 ساعة في قناة الزمالك وكان بيطلع يشتم ويطلع يعمل اللي هو عايزه. قانون ساكسونيا عشان مرتضى منصور لسه قاعد فعلا لحد دلوقتي في نادي الزمالك. قانون ساكسونيا عشان مرتضى منصور منفذش حكم العزل فعلا. قانون ساكسونيا فعلا، انت ما غلطتش. قانون ساكسونيا عشان بهر المحمدي ضرب محمد هاني ومحدش اتكلم فعلا. ده قانون ساكسونيا فعلا. كتير قوي على فكرة قانون الساكسونيا ده موجود وانتوا بتحبوه، فبلاش حد من الناس ديت يطلع يتكلم لو سمحتوا، يعني لو سمحت. اهو مرتضى منصور امام عاشور وش السعد على الاهلي منذ ان تم الاعلان عن الصفقه والاهلي يتعثر. بص يا مرتضى، احنا مش زيك، مش بنطلع نقول ده وشه نحس وده وشه فقر وده وشه حلو ولا الكلام ده. لا يا حبيبي، انا عايزك يا مرتضى بس تعمل حاجه على الزمالك. عايزك يا مرتضى تركز مع الزمالك. عايزك يا مرتضى تخلي بالك من بحة. عايزك يا مرتضى تخلي بالك من الراجل الكويتي اللي انت جايبه. احنا ما عندناش وشه حلو وشه نحس. طب يا عم اعمل زي الاهلي والعب طول الماتش طول الدوري بدون هزايم وتغلب ماتش، مش 8 ماتشات في الدوري. مش تتغلب 8 ماتشات في الدوري يا مرتضى. بص عشان تعرف ان هو راجل ما عندوش اخلاق. كل ما افتكر منظر امام عاشور وهو بيضرب وليد سليمان في ظهره خلال مباراه السوبر بالامارات اقول فعلا الله يرحمك يا صالح يا سليم. فعلا الله يرحمه الاسطوره العظيم الكابتن صالح سليم. ان لو كان عايش قسما بالله مرتضى ما كان هيطلع لك صوت. كان بص اكلك النجيله، كان اكلك الجزمه والله العظيم. او امثالك كان الوقت ده كنا محتاجين الكابتن صالح سليم. كان هيعرفك انت ايه، كان هيعرفك تمامك ايه، كان هيعرفك الاهلي ايه. اللي يقول لك انا عندي اخلاق قول له طب بأمارة ايه يا مرتضى؟ انت عندك اخلاق بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ انا مش شايف ان انت عندك اخلاق خالص. مش انا، كل الناس شايفه كده. قول لي ايه الاخلاق اللي عندك؟
لا مؤاخذة انك تطلع من مناخيرك اللي انت قلته. انا مش عايز اقول انتوا عارفين اللفظ، ها انتوا عارفين يعني ايه اللي بيطلع من الانف، ها انك تشتم، دي اخلاق. انك تقول وحياة فلانة وحياة مش عارف ايه ودي اخلاق. انك تقول لحد وحياة مامتك او وحياة والدتك بس انت بتقولها بطريقتك يعني، دي اخلاق. طب بذمتك في رئيس نادي بيقول كده؟ طب بذمتك في رئيس نادي يشتري كاس لعبة وينزل بيه تحت ويجري بيه في الصالة بتاعت الصالة المغطاة؟ بذمتك؟ بذمتك في كده؟ في رئيس نادي يطلع يغلط في لعيبته ويشردهم ويقول لهم انتوا فيكوا وفيكوا وفيكوا؟ في رئيس نادي كده؟ دي اخلاق ايه بأمارة ايه؟ قول لي دي اخلاق بأمارة ايه؟ بس قول لي دي اخلاق بأمارة ايه؟ الاخلاق ان انت تطلع 24 ساعة تشتم الناس؟ الاخلاق فين؟ قسما بالله انت ما تعرف حاجة عن الاخلاق. قسما بالله انت لحد دلوقتي مش لاقي حد يلمك. المفروض وزير الشباب والرياضة يتحاسب. المفروض حد من الدولة يتدخل في اللي بيحصل ده. المفروض مرتضى منصور ما يكونش موجود خالص. اصل مرتضى منصور مش عشان احنا نقول كده عشان قلقانين، لا، مرتضى منصور ما يهز الشعره في اي حد اهلاوي. هو مش موجود، بس ما تطلعش تتكلم عن الاخلاق لانك ما تعرفش حاجه عن الاخلاق، لانك انت عايز من اول وجديد. بس مع الاسف مش هنلحق لان الطبع غلب التطبع. والله الطبع غلب التطبع. واحد زيك اخر ايامه يبقى محترم، لا، يطلع يغلط. عامل زي العيال الصغيره، يقول لك انا كل ما افتكر امام عاشور ومش عارف ايه افتكر الراحل العظيم صالح سليم. انت تعرف ايه انت عن كابتن صالح سليم؟ تعرف ايه انت عن النادي الاهلي؟ تعرف ايه؟ ولا حاجه. ولا يشرفنا ان انت تجيب اسم الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه، ولا يشرفنا انك تجيب حد من العظماء على لسانك، لان انت لسانك محتواه كله قذورات. والله. لا، والغريبة يقول لك الشريف اهو يحب قوي الهيصة، يحب قوي الطبلة، يحب قوي الناس تمجد فيه. يقول لك ايه، مدحت عبد الهادي ما جاش قال لي ان مبروك على الماتش مع ان انا اللي جبته. لا اله الا الله. طب ما يا عمي انت يعني الناس تفخم فيك انت ولا النادي؟ لا يا باشا، النادي انا نادي مين بقى دلوقتي؟ ما فيش حاجه اسمها نادي، في حاجه اسمها مرتضى منصور. هو ده اللي احنا نخلي بالنا منه. ويا ممدوح يا عيد اتلم واحترم نفسك وخليك محترم، عشان انا هدور لك واشوف ايه اللي وراك، عشان برضو نطلع تاخد انت كمان من حب جانب. ما اكيد وراك بلاوي، اكيد انت مش ملاك وكلكم مش ملاك. بلاش النادي الاهلي، بلاش تستخدموا الطريقه دي مع النادي الاهلي، بلاش تستخدموا الاسلوب القذر ده مع النادي الاهلي، بلاش تجروا لعيبه الاهلي او تجيبوا الاهلي في مشكله بطريقه لعيبه الاهلي. بلاش كده، بلاش الاسلوب الحقير ده. يعني خلينا محترمين، نتنافس كوره، ولا انت مش لاقي الكوره جايبه معاك سكه فبتخش من طرق تانية؟ ها؟ ولا كنت هتموتوا عشان حسين الشحات يروح لكم واغراءات والكلام ده كله؟ لكن حسين الشحات فضل النادي الاهلي ليه؟ عشان هو بيفهم، وعشان هو
عارف ايه النادي الاهلي وعارف ايه النادي الاهلي. محتاج من كل حد سمع الفيديو، حد محترم، وكلكم محترمين وعلى دماغي من فوق، انك ما تكونش سلبي، ما تكونش سلبي اهلاوي، كن ايجابي. بقول كذا مره ما تصغرنيش. عشان ايه؟ عشان حضرتك زي ما يكون عندك يعني مش عارف بتضايقني، او حضرتك مثلا زعلان ان انا مثلا بقول لك اعمل لايك، فهو بيقول اعمل لايك، طب انا مش هعمل لايك. فبراحتك يعني او براحتكم يعني. لو الحلقه عجبتك يا صاحبي ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشارك حلقه في كل مكان، وتشرفني بتعليقك على الفيديو. اشوفكم على خير يا احسن اهلاوي، احسن ناس متابعين على قناتكم، قناه عائد صد اهلاوي، اللي صوتها صوت كل اهلاوي. الاهلي فوق الجميع، الاهلي القمه، اسم على مسمى، اعظم جمهور لاعظم نادي في الكون، والاهلي سيظل فوق الجميع. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في مباراه المصري، وان شاء الله الاهلي يكسب ويعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي الكبير العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأهلي فوق الجميع.